شاهد كيف أصبح هؤلاء من أصحاب الملايين. إن الطرق العادية والمتعارف عليها اليوم ومنذ القدم في جلب الثروة هو الاستثمار والتجارة في الكثير من الأشياء المختلفة، ولكن يوجد ناس آخرون تمكنوا من جني المزيد من المال نتيجة طرق سخيفة وغريبة لا يتوقعها أحد. أشخاص أصبح لديهم الملايين بطرق ليست معتادة. أقدم الكثير من الناس على استخدام طرق قد يجدها البعض غريبة وسخيفة أيضا لجني المزيد من المال، والتي نذكر من بينها ما يلي: وحدات البكسل. خلال عام 2005 تمكن أليكس تو من تجميع $1,000,000، وذلك من خلال بيعه لوحدات البكسل من خلال الإنترنت، وكان يقوم ببيع البكسل الواحد بسعر $1، وكان يقوم بعرض صورة خاصة بالناس في تلك المساحة الدقيقة من صورة كبيرة بمجرد الإشارة لها بالفأرة. ثانياً، شعار. قام أحد الأشخاص بوضع شعار على صورة قطة تفتح فمها وتطلب البرجر، وقد تمت مشاركة الصورة من قبل ملايين الأشخاص حول العالم، الأمر الذي جعل من صاحب الصورة وهو إريك أن يجني مبلغاً قدره $10,000,000. تسجيل URL، حيث يتم الأمر من خلال تسجيل تلك العناوين بشكل مبسط جداً، ويتم بيعها بأعلى سعر عندما يحتاج الناس لها. وقد حصل أحد الأشخاص على مبلغ $2.6 مليون مقابل عنوان واحد، حيث قد تمكن كلارك بشراء عنوان بيزا خلال عام 1994 بسعر $20 فقط، ليبيعه خلال عام 2008 بذلك السعر الكبير. الدجاج بالجملة. خلال عام 2009 قام أخوين هما مايك وجي ببيع الدجاج في أحد مواقف السيارات بسعر $1.49 للرطل الواحد، وهو أقل بكثير من السعر الوطني لبيع الدجاج، ولكن على شرط أن يشتري الشخص 40 رطل. وخلال فترة قصيرة من الزمن تمكن الأخوان من فتح المتجر الخاص بهم، ومن ثم جني المزيد من الأموال وتوظيف أكثر من 80 موظف لديهم. قطع غيار السيارات. خلال تسعينيات القرن الماضي قام أحد مواطني ولاية نيويورك بفتح محل يقتني به قطع غيار السيارات، والتي لا توجد سوى في آسيا، ليصبح هو المحل الوحيد الذي يقوم ببيع تلك الأشياء، ليكتسب المحل شهرة كبيرة جدا، ومن ثم يصبح اليوم من أصحاب الملايين. كراسي المكتب. تمكن أحد الرجال من فتح المتجر الخاص به على الإنترنت بهدف بيع الكراسي، وكان تكلفة الأمر في ذلك الوقت هو $500، ليمتلك اليوم ملايين الدولارات. بيع الصخور. حيث عمل أحد المواطنين على بيع الصخور مثل بيت حيوانات الأليفة، مؤكداً أن تلك الصخور لا تموت، وهنا تمكن من جني ملايين الدولارات خلال فترة زمنية قليلة. جمع العلب. حيث أكدت إحدى الصحف على أن أحد الرجال الذين كانوا يقومون بجمع العلب ومن ثم إعادة بيعها للمصانع حصل على أكثر من $1,000,000، وقد اكتشفت عائلته تلك الثروة بعد وفاته. نظارات الكلاب. تمكنت إحدى المواطنات من اختراع نظارات للكلاب، وذلك بعد أن أتت لها الفكرة خلال فترة اللعب مع الكلب الخاص بها، وقد حصلت على براءة اختراع النظارات الخاصة بالكلاب، وتحصد الآن $3 مليون سنويا كأرباح لهذه الفكرة. ابتكارات جاءت بالصدفة. خلال قيام المهندس البحري ريتشارد جيمس بتصميم المشروع الخاص به للغواصات، وعند وصوله لمنتصف التصميم الخاص بالمشروع، فقد سقطت على الأرض واحدة من بين التصميمات الحلزونية الخاصة به، وقد وجد أن الشكل جميل بالفعل، وهو يلتفت بذلك الشكل الحلزوني، وما لبث أن تعاقد مع شركة منتجة للألعاب بهدف إنتاج تلك اللعبة حلزونية الشكل على الفور. وخلال عام ونصف فقط أصبحت لعبة سلينكي متواجدة في جميع متاجر الألعاب، وقد ظلت منذ ذلك الوقت وحتى اليوم تعرض في متاجر الألعاب للأطفال.